هلا يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. صار لي زمان ما نزلت، بعرف، سوري انه ما عم نزل، بس ان شاء الله حنرجع ننزل لكم فيديوهات طويله وحلوه. فيديو اليوم عباره عن اسئله انتم سالتوني على الانستغرام وانا رح اجاوب عنها. في كثير ناس لسه ما بتعرفني على اليوتيوب، ما بتعرف مين انا وما بتعرف شو بعمل، فكل اسئلتكم حواليني انا رح جاوب عليها من اول الفيديو لاخره. اول شيء رح اعطيكم تعريف كامل عن حالي. اسمي جنى غنام، عندي على التيك توك 3.5 مليون، وعندي على الانستغرام 266 الف، وعلى اليوتيوب هاي قناتي مثل ما عم بتشوفوا. لازم تعملوا اشتراك لحتى يزيدوا، لانه قلال انتم هون، لازم تزيدوا. فتابعوا الفيديو للاخر لحتى تعرفوا كثير معلومات عني وكثير اشياء رح تصدمكم. خلينا نبلش. ميدو ورا الكاميرا رح يعطيني الاسئله. يلا بينا. شو عم تدرسي وكم عمرك؟ عم بدرس السنة الجاية جامعة إذا نجحت، لأن عملت امتحانات من كم يوم وإن شاء الله ننجح ونصير جامعة، وعمري 18 سنة. سؤال تاني، كيف انكسرت ايد ميدو؟ إذا بقولكم ما رح تصدقوا، يمكن تبهدلوني، ما بعرف، بس كنا عم نصور فيديو مثل ما شفتوا فيديو لما ميدو رفسني وصار هذه الأشياء الحوادث اللي بتصير على طول، فانكسرت إيده بفيديو معين، بس ما نشرنا هذا الشيء وما حبينا نحكي عن هذا الموضوع. لونك المفضل؟ لوني المفضل أسود وأصفر. انتي وميدو مرتبطين وغفورة بنتك؟ جاوبيني لو سمحتي، بدي اعرف. هذا السؤال متكرر أكثر من 1677 مرة. انتم ميدو مرتبطين وميدو متزوجين؟ أنا وميدو مش مرتبطين ولا متزوجين ولا مخطوبين، أنا وميدو مجرد أصدقاء عمل فقط، وقلتها من قبل، كتير قلتها من قبل. وبخصوص غفورة أكيد ما حتكون بنتي، لأنه عمري 18 سنة وهي عمرها 10 سنين، أكيد ما حجيب بنت وأنا عمري 8 سنين. فيس، غفورة هي بنت أخته لميدو، انتبهتوا على الشبه، فهي بنت أخته. قديش وزنك وطولك؟ وزني صار زمان ما قست وزني، بس بعتقد 50. طولي 162. هل خسرتي من قبل اعز اصدقائك؟ انا ما بخسر، انا طول ربحانه، هن خسروني. في اصدقاء كتير خسروني، طبعا ما انا خسرتهم. يس. في كم اخت وكم اخ عندك؟ عندي اخت واخ، اخت متزوجه واخ عايش مع البنت. هل شي يوم فكرتي تتركي ميدو؟ هلا واحد لما بيكون معصب وفي مشكله وفي اشياء ملخبطه اكيد بفكر هيك شيء، بس بالاوقات العاديه لما بنكون مروقين وكذا ولا مره فكرت هذا التفكير. يعني انت فكرتي تتركيني يوم من الايام؟ فكرت لما بكون معصبه، بس بعدين لما يعني قد كم دقيقه بتضلي لحتى تبطلي هذا القرار؟ لما اروح يعني 10 دقائق او ساعه. منيح. ليش ما بتصوروا مع يوتيوبرز؟ متابعتكم من حلب أريج الحسين بحبك. اهلا وسهلا، متابعتنا من حلب أريج. ليش نحن عم نصور مع مشاهير؟ ما بنصور مع مشاهير لانه اول شيء نحن بعاد شوي عن جو المشاهير وجو الفيديوهات اللي بيعملوها، ان كان بلبنان ولا بدبي، نحن بعاد شوي عن هذا الجو، وبنحب نكون لوحدنا هيك منفردين بمحتوانا، لانه كثير محتوانا مختلف عن محتويات ثانيه، فمشان هيك اذا لقينا اشخاص محتواهم مثل محتوانا وهن ثنائي ومتزوجين بيعملوا مثلنا ممكن نصور معهم، اكيد ليش لا. شي يوم تقرري تشيلي الحجاب؟ لو بدي اقرر اشيل الحجاب كنت شلته اول ما بلشت على السوشيال ميديا، وما استنيت 3 سنين لحتى اشيل الحجاب، واكيد 4 سنين. 4 سنين رح يصيروا 4 سنين، بقي لهم كم شهر. فلا اكيد ما بقرر اشيل الحجاب، لانه انا ما حطيته كرمال حدا، انا حطيته كرمال حالي بس. عندك فوبيا من شي او من شو؟ اسمي محمد اياد. اهلا وسهلا محمد اياد. عندي فوبيا، مش فوبيا يعني، بس صراصير يعني، بس اذا حدا تحداني انه مثلا مسكي صراصور او هيك، لانه عقلي هيك فممكن مش فوبيا يعني، بس انه بحبهم. عندك فوبيا تاني، عندك فوبيا من الثقوب. ايه ما بحب اشوفهم. ليش هديك المرة ميدو دفشك؟ ليش هديك مرة ميدو دفشني؟ شفتوا الفيديو؟ اللي ما شافوا يروح يشوفوا صفحة ميدو على التيك توك. ميدو دفشني ما بقصده، كانت الفكرة انتوا طول بتشوفوا هيك فيديو ترندات انه هو بيبعدني بيضربني، بس اكيد بكون انا عم اوفر الموضوع وما بيكون عم بيوجعني، بس هالمرة بالذات شوي قوى اجره او ما بعرف شو صار بالضبط، بس انا طرت، ويمكن انا شوي هيك خفيفة ما بعرف ليه، فطرت وانكسر كرسي وانكسرت انا وانكسر خاطري. مين بتجيب افكار التصوير، انتي وميدو؟ او من وين بتجيبوا يعني؟ هيك سؤال. فقرة الأفكار أصعب من التصوير ب1000 مرة، لأنه إحنا بنضل أيام وأسابيع عم نطلع أفكار لحتى نصور بيوم أو يومين. والأفكار نحن بنجيبها من عنا، نحن بنخترعها، نحن بنكتبها، أول شغلة. تاني شغلة، الأفكار اللي بنجيبها من غيرنا بنعدل عليها، وهذا دفتر أفكار، شوفوا قديش سميك، وقبله في كتير دفاتر خلصوا موجودين كلياتهم فيهم أفكار تصوير، أفكار هائلة كلياتها منفذة وغير منفذة ورح تتنفذ، والله يوفقنا ويوفقكم جميعا. عبالك تنزلي اغنية جديدة، وشو هي اغنيتك المفضلة لإلك؟ نزل اغنية جديدة، ايه اكيد ان شاء الله حنزل اغنية جديدة قريبا، لما يكون في هيك مناسبة حلوة حنزل اغنية.
اغنيتي المفضله لإلي هي اغنيه يا قلبي، كتير بحبها وكلنا بنحبها وانتم بتحبوها، روحوا اسمعوها على قناتي بسرعه. وشغله انشوده رمضان كمان بحبها. انا جديده معك، انت من اي بلد؟ اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا باي حدا جاي جديد على القناه وعلى الانستغرام. انا من سوريا، اصل سوري، مقيمه في لبنان. من حلب. من حلب. انا جديده تبعتك، باين عليكي طيوبه كيوت، مسلسل كتير بتحبيه، ممكن تعيدي تحضريه 100 مره ما تزهقي. ثانك يو حبيبتي، وانت كمان كيوت. مسلسل تابعته وبحضره 100 مره. هلا في مسلسلات بحبها بس ما بحب احضر مسلسل يعني ولا مره كررت مسلسل رغم اني بحبه. فاكثر مسلسل بحبه هو مسلسل حلقه تركي، كثير حلو بجنن، بس حضرته مره واحده. وعامله عمليه تجميل؟ ايه عامله عمليه تجميل لأنفي. بس ولهون بيكون خلص الفيديو، خلصت الفقرة. في كتير أسئلة، آلاف الأسئلة، بس هدول الأسئلة المكررة حبيت جاوب عليهم وأعرفكم عن حالي أكثر. بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، تابعوني انستغرام، تابعوني تيك توك، وتابعوني على كل مكان، ولازم نزيد بعضنا هون على اليوتيوب. فلايك، اشتراك، وباي باي.